بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة المهندس للعلوم والتكنولوجيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع فيديو جديد عن الغسالة LG 5.5 كيلو جرام. الغسالة دي في ايرور بيظهر فيها دايما متكرر، وهو DE. النهارده ان شاء الله هنحل مشكله الايرور اللي هو الدي اي، هنعرف سبب الايرور ده ايه، وهنحل المشكله ازاي ونعالجه ازاي. دي اي ده هو الايرور ده هو بيقول لي ان في مشكله في لوك بتاع الباب. لوك الباب، شوف مجرد الباب ما قفلته كويس تمام، الايرور اتشال والغساله اشتغلت تمام. هي دلوقتي في مرحله العصر، شغاله تمام، مفيش اي مشكله فيها. طيب لو فتحت الباب كده هون اداني الايرور تاني اهون دي اي. طيب ايه اللي بيعمل مشكله؟ هتقول لي الباب عندي بيكون مقفول بشكل كويس ومع ذلك الايرور بيظهر. اقول لك انا ايه هي المشكله وحلها ازاي. المشكله عندك في هنا هون، في هنا قطعة مغناطيس. قطعة المغناطيس دي بتكمل دايرة هنا في الكارتة. يعني مجرد انك تقفل الباب كده، في دايرة المغناطيس بيكملها في لوحة المفاتيح. مجرد انك تشيل الباب او تفتح الباب، السنسور اللي جوه في لوحة المفاتيح بيدي امر للكارتة ان الباب مش مقفول، وفي مشكله، فبتديني الايه، الايرور. احيانا القطعه المغناطيس دي بتقع، بتتشال تمام. الحل سهل جدا وبسيط جدا. قطعه مغناطيس صغيره بجيبها وبركبها هنا في المكان ده، ونقطه امير بحطها جنبها او سيليكون اثبتها بيها، واركب واشغل غسالة عادي بتكمل الدورة بتاعتها معايا، مفيش اي مشكلة. وكده بشيل الايرور اللي هو الايه، الدي اي اهو ظهر معايا هو، مجرد ان انا فتحت الايه، الباب بتاع الغسالة. وفي النهاية ارجو ان يكون حضراتكم استفدتوا من الشرح، واتمنى ان زي ما انت استفدت انك تساعدني وتدعمني في القناة بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس بحيث كل فيديوهاتي توصل لحضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.